السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حوار بيني وبين إحدى المستشيرات بتقول لي مشكلتي إن أنا يومي عادي، أيامي عادية، ال النهاردة زي بكرة وبكرة زي امبارح، واللي ببات فيه بصبح فيه. قلت لها ستوب ستوب حضرتك، تعالي نتكلم كده بالراحة وبالعقل وبالمنطق ونشغل ضميرنا شوية، علشان كلمة يومي عادي اللي بقت بتتقال على إنها كارثة وملل وزهق ومش عارفه اعمل ايه واللي ببات فيه بصبح فيه، دي تعتبر، يعني انا بعتبرها جريمه. انا بعتبر ان الانسان يجي عليه اليوم العادي ويعتبره وحش، دي جريمه حرفيا. ده بالنسبه لي، ومش بالنسبه لي انا، ده الحقيقي. يعني انا مش رايي الشخصي، ده الحقيقي. يعني ايه يومك عادي؟ يعني لما تقومي تلاقي نفسك في بيت بتتحركي، شايفة سامعة، ما فيكيش ألم، ما فيكيش جسدك في حاجة بتألمه، ولادك زي ما هم، جوزك زي ما هم، هو بيتك زي ما هو، كلمت أمك ردت عليكي وسمعتيها وسمعتك وطمنتي عليها، كلمتي أختك، كلمتي فلانة، معاكي قرش تجيبي طلبات، قادرة تقومي تطبخي، قادرة تمسكي البيت تنظفيه، كل ده اسمه عادي؟ ما هو من كتر ما الإنسان اعتاد النعمة بقى بيبصلها على إنها نقصان، وأنا كده مش مستمتع. مين اللي قال إن اليوم العادي عادي؟ والله ما عادي، والله ما عادي. لعب الشيطان بعقولنا وقال لأغوينهم، وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال إلا عبادك الشاكرين. فعلا هو شاطر، هو نبيه، هو بيفهم، هو عارف ان الشاكر، عباد الله الشاكرين دول عايشين الجنة حرفيا، ولو كانوا تحت الأرض عايشين الجنة حرفيا. هو دول اللي مش هيقدر عليهم. لما الشاكر ده لو عايش في يومك العادي، العبد الشاكر لو عايش في يومك العادي، عينه هتبقى عاملة زي الكاميرا الديجيتال، هتبقى عاملة زي الميكروسكوب، عمالة تبص على كل ما هو عادي بفرح واندهاش وامتنان. هتسمع بودانها وتحس بنعمة، فرحة، فرحة ما يحسهاش إلا اللي في المستشفى، إلا اللي في عيادات الدكاترة بيلفوا ويدوروا على الدكاترة، ما يحسهاش إلا المسجون، ما يحسهاش إلا المحروم حبايبه في القبور، ما يحسهاش إلا اللي في غربة مش لاقي حد من حبايبه يصبح ولا يمسي عليه، وعايش لوحده في بلاد الله. ولو إن الشاكر وهو في آخر بلاد الله في وسط ناس ما يعرفهمش برضه شاكر، أصل هو طبع، أصل هو عادة، أصل هو استشعار، أصل هو إحساس. الشاكر هو الإنسان اللي قلبه بيتنطط من الفرح على أبسط النعم، على كوباية الشاي اللي هيقعد يشربها في أمان وسلام، على السرير أيا كان مستواك المادي، على السرير اللي هتنام عليه وانت مطمن، مش بتتألم ولا بتتلوى من الألم ولا بتنام بالمسكنات، على البيت أيا كان مكانه، أيا كان مستواه، أيا كان عفشه وفرشه، أيا كان بيت مقفول عليا، مستور، مستور، أدخل وأخرج براحتي، أنام واصحى براحتي، ألبس اللي أنا عايزه، محدش حاطط مناخيره داسسهالي في أموري في شؤوني قرفني، على إنه هو محدش بيشيله ويوديه الحمام، على إنه هو قادر يقوم يفتح البوتاجاز ويشتغل ويعمل لقمة إن شاء الله حتى يكون عيش وجبنة. الشاكر ده أسعد إنسان على الأرض. إلا عبادي، إلا الشاكرين هم فعلا الفائزون. لما تيجي واحدة يبقى عندها زوج، يا سلام بقى لما أقول لها قوليلي كلميني عن بيتك وجوزك وولادك وحياتك، ألاقي درر، ألاقي كنوز، ألاقي نعم. إيه اللي مضايقك يا حبيبتي؟ إيه اللي قلقك يا ماما؟ إيه اللي قرفك يا روحي؟ إيه اللي مخليكي مش طايقة نفسك؟ تقولك عادي. دي ببقى مش عارفة والله، يعني ربنا يهديني، ربنا يهديني. أنا المفروض أتقبل طبعا إن ده موجود وده درجة وعي، بس لا نفوق، لا نفوق. لو رجعنا نبص تاني لحياتنا
باستشعار النعم وامتنان لله سبحانه وتعالى، هنعيش الجنة. لا، واللي أجمل من كده كمان إن أي شيء ناقص يسعى ورايا ويجيلي، لأن أنا مش حاسة إنه ناقصني حاجة. هي الدنيا كده، موجود ومفقود. لو حمدنا على الموجود وشكرنا على الموجود واستشعرنا نعم الموجود، المفقود يجري وراك يجيلك وزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. والعكس بالعكس، ركزت على المفقود اقعد دور، جري الوحوش، جري الوحوش مش هتاخد. والأبشع من كده النعم الموجودة اللي انت ما حسيتش بيها وما استشعرتهاش يطلع لك منها الجحيم. الزوجة تبقى مقرفة، العيال يبقوا مصايب، البيت بلاوي تفتح عليك. طب وليه؟ وليه وهي معادلة سر الحياة، سر الوجود، سر الوجود وسر نزولنا الأرض. هننزل هيبقى معانا نعم، هيبقى معانا أدوات، هيبقى معانا حياة. استشعرها وعيش، افرح. ايه اللي ما يفرحش في يوم عادي؟ ايه اللي ما يفرحش؟ ليه وانا بتنفس ما افرحش؟ ليه وانا ببص عيني تجيب ابني ما افرحش؟ عندي ولد غيري مش لاقيه، عندي بنت غيري مش لاقيها، عندي تلاجة، عندي بوتاجاز، عندي غسالة، عندي تلفزيون، عندي بيت، عندي وعندي وعندي وعندي. عد النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عدوا النعم، مهارة عد النعم، مهارة استشعار النعم، مهارة العيش باندهاش، باندهاش في النعم. دي الحياة. واللغز بسيط مفهوش يعني، ما ندوخش نفسنا. عاوز اشكر، وما تشكرش عشان تاخد، لا، ده مش الشاكر. الشاكر حاسس بفضل الله، واسألوا الله من فضله. فضلك يا رب عندي كتير، فانا كتر ما انا مستشعره الفضل كده خلاص انا عملت حالة السؤال، فيجيلي زيادة من الفضل. لو عايز من فضل الله بص لفضل الله، فنفوق، نفوق مهما كانت المشاكل فيه. نعم، مهما كانت الضغوطات فيه. نعم، في يوم هيعدي عليكي عادي، ما تقوليش عليه عادي، هو مش عادي، هو نعمة كبيرة. انا مش بتألم، انا مش زعلانة من جوزي، انا مش زعلانة من ولادي، انا مش في عزا، انا مش في مستشفى، انا مش هنا، انا مش هنا، انا في العادي. اهلا بالعادي. ولو عدت الحياة والايام كلها عادية، يا اهلا بالعادي. اللهم لك الحمد. بلد مستقرة آمنة، عايشين لاقيين قوتنا، لا حد بيضرب فينا، ولا حد بيطلعنا من بيوتنا، ولا حد ميليشيات والقرف اللي في البلاد دي كلها. عايشين الحمد لله رب العالمين. مش أحسن ناس، بس أحسن ناس بالشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.